السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن اختيار الزوجة الصالحة او ازاي تختار مراتك المستقبلية. ليه انا قلت اتكلم عن الموضوع ده؟ لاني لقيت ناس كتيرة قوي، شباب صغيرة في سن العشرين والتسعتاشر والواحد وعشرين، مستعجلين على الجواز قوي ويقولك انا بحبها ومتجوزين عن حب، وما يقعدوش شهر او اتنين او تلاتة وتلاقيهم للأسف اتطلقوا. فخلينا نتكلم عن الموضوع ده باستفاضة وهتستفاد، صدقني كمل الفيديو للآخر. اختيار شريك حياتك مش مجرد قرار، دي حاجة بتحدد سعادتك أو تعاستك طول العمر، لأن انت هتجيب واحدة تقعد معاك بقية حياتك، مش هتجيب واحدة تقعد معاك سنة أو اتنين. في ناس للأسف في سن صغير، في سن البناء يعتبر اللي هو أول العشرينات، بيبقى مستعجل على الجواز قوي وهو لسه ما بناش نفسه، ما عملش اي حاجة في حياته، لسه اصلا ما يعرفش اي حاجة في حياته. وفي ناس يعني بتبقى مستعدة للجواز ومعاها فلوس وكل حاجة، وبيبعد عن الجواز وما بيرضاش يتجوز. تعالوا كده خلينا نمسك الشباب الصغيرة اللي هم عندهم 21 و20 وعايزين يتجوزوا بدري. الجواز بدري ده شيء جميل، وحاجة بتخليك تعف نفسك في ظل الشهوات اللي احنا فيها دي. بس انت عندك 20 سنة او 21 سنة وما معكش فلوس، تختار على العاطفة والجمال والحاجة اللي مش بتدوم، وعن الحب اصلا، واللي اصلا 90% اختاروا بعض عن حب اصلا، بعد كده اللي العلاقة فشلت اصلا. انت عندك 20 سنة وعايز تتجوز، انت لسه ده سن البناء بتاعك، انت لازم في السن ده تبني نفسك، مش تبني عيلة. انت لسه العيلة دي قدام شوية. يعني اصلا انا منصحش عن نفسي ان انت تتجوز قبل ال25 او ال24، لان انت اصلا يا دوبك اول ما جبت ال20 سنة انت لسه بتشوف دنيتك هتعمل ايه في دنيتك، لسه راح تتجوز بتحط ضغوطات على نفسك. كفاية نفسك دلوقتي، ابني نفسك واعمل فلوس وظبط دنيتك، وبعد كده ابقى اختار الزوجة الصالحة، لان انت اصلا كل 5 سنين ارائك واختياراتك بتتغير. يعني انت عندك 20 سنة هتختار واحدة، لو بقيت عندك 25 سنة هتختار واحدة تانية، لو بقيت عندك 30 هتختار واحدة تالتة، لو بقيت عندك 35 مش هتختار خالص، مش هتتجوز اصلا. خلي بالك انك هتيجي عليك ايام هتبقى محتاج واحدة حقيقية تقف جنبك، مش محتاج واحدة بس منظرة وكده، لأ فعلا انت عايز واحدة حقيقية، لان انت هتمر، كلنا بنمر بظروف صعبة وهنمر بظروف صعبة حتى اللي معاه فلوس. فالواحدة بتتعرف من الظروف اللي بيقع فيها زوجها او جوزها، لكن الواحد بيتعرف لما يبقى معاه فلوس. فانت لما تقع في الظروف هتشوف هي هتقف جنبك ولا لا. عشان كده لازم تطول في فترة الخطوبة. يمكن العيلة بتاعتك ساعات بتضغط عليك انك تتجوز واحدة معينة عشان هي من عيلة كويسة او انها بنت عمك. في حاجات هم شايفينها انت مش شايفها، وفي حاجات انت شايفها هم مش شايفينها. فده اختيارك انت في الاول وفي الاخر، ده اختيارك انت وده قرارك انت. فلازم تقرر صح واسمع لكل الناس، وما تستعجلش خالص في حتة الجواز. يعني اخطب براحتك وتعامل براحتك على الاخر، بس الكلام ده وانت في سن صغير بلاش. ابني نفسك وفكر في نفسك الاول. تعالى بقى نشوف الناس اللي هم مستعدين للزواج ومعاهم فلوس والدنيا تمام وسنهم 30 سنة وكمان مش عايزين يتجوزوا. انا عايز اقولك انك يعني الحياة بدون زوجة حياة موحشة فعلا. انت خلاص، يعني انت مستني ايه تاني؟ هو انت لو معفتش نفسك بالزوجة هتحارب، حرفيا هتحارب في ظل الشهوات اللي حواليك، اللي في الموبايل واللي قدام عينك واللي هنا واللي هنا. احنا كبني ادمين فينا شهوة، فالشهوة دي خرجها في الحلال احسن ما تخرجها في الحرام. لان لو انت ما اتجوزتش هتعمل ايه؟ هتضطر ترتبط وتكلم دي وتكلم دي، وعلاقات كلها لا ترضي الله غير شرعية. واحنا قلنا قبل كده العلاقة اللي بدايتها لن ترضي الله نهايتها لن ترضيك. فانت لازم تاخد الخطوة وتتجوز. لا يوجد سكن في حياة الإنسان بدون زوجة. يقول ابن العباس: آدم وهو في الجنة نام فاستوحش.
يعني انت متخيل سيدنا آدم في الجنة استوحش، معهوش حد، معهوش زوجة. فاللي هو يا راجل في الجنة، انت عارف في الجنة. يقول فلما نام خلق الله له حواء من ضلعه لتؤنسه. يعني حتى في الجنة مش عارف الواحد يقعد بدون ونس وبدون زوجة. فلو انت مستعد، لا اتجوز، نصيحة مني اتجوز. ويعني ما تكلمهاش في الحرام. انت لو شفت حاجة بتحبها، بتحب تاكلها او اي حاجة، ما بتسرقهاش، بتشتريها. فانت لو بتحبها ما تضرهاش. تعال بقى في المعايير الأساسية في اختيار الزوجة الصالحة. انت لو سألتني انا كأحمد وقلت لي ايه المعايير اللي لازم تختارها في الزوجة الصالحة، لازم تكون بتصلي، لازم تكون ملتزمة، لازم. ليه؟ لان انا عايز اللي يقربني من ربنا اكتر، عايز واحدة ملتزمة اكتر مني. لان اول حاجة لازم تكون موجودة في الزوجة الدين والاخلاق والحياء. بتصلي على الاقل، حافظة القرآن. يعني في بنات كويسة وبتصلي مش حافظة القرآن، ولكن لازم تكون بتصلي. الاخلاق، اخلاقها كويسة مع ابوها وامها، اخلاقها كويسة، عندها حياء، بتستحي، بتتكسف. يعني معظم البنات دلوقتي الا ما رحم ربي، يعني ما فيش كسوف خالص اصلا. طب لو انت خطبت تعمل ايه؟ لو انت خطبت، يعني مش عايزك تستعجل خالص، عايزك تاخد وقتك على الاخر. ولو حسيت بأي حاجة كده ولا كده ما تكملش احسن. يعني دي نصيحة مني. انت في الخطوبة خد وقتك واختار براحتك، ما تستعجلش خالص. ووقت الخطوبة لازم تكون عارف ان انت برضو شخص غريب عليها. يعني لازم تاخد بالك في الخطوبة من تصرفاتها. ما ينفعش تتكلم معاك مثلا بطريقة أنثوية مثلا. ما ينفعش تقعدوا لوحديكوا. يعني لازم يكون مثلا أخوها داخل طالع، أمها قاعدة بعيد، مش عارف ايه الكلام ده. ولا تتكلم معاك خارج السياق، الكلام ليه حدود. وبعدين ما تتزينش برضو قوي، ولا تبدون زينتكن. يا راجل ده حتى المفروض وانتوا بتتكلموا على الواتس لازم يكون انتوا في جروب واخوها او ابوها موجود. يعني تخيل، ده من الصح، ده اللي لازم نمشي عليه اصلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صفات المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أعطته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. في نفسها يعني في شرفها وعرضها، في ماله يعني في فلوس. وفي بنات كتيرة قوي، يعني معظم البنات دلوقتي بقت تخطب على عشان يعني تتجوز واحد معاه فلوس، وتفضل طول الوقت تقول له هات هات هات. وفي بنات متجوزة شباب على قديها وتفضل برضو تقول له انا عايزة انا عايزة انا عايزة. فالكلام ده برضو ما يصحش. انت عارفة ان ظروفه على قد، فلازم تساعديه مش تضغطي عليه. ففي الخطوبة لازم تكون واخد بالك من كل حاجة، لان انت بتاخد حاجة تدوم معاك طول العمر. لازم تشوف معاملتها عاملة ازاي في البيت، مع والدها، مع والدتها. لازم يكون في اهداف مشتركة ما بينكو، لازم يكون في تفاهم، لازم يكون في حدود. ما ينفعش تكون بتمد ايديها عليك، بتشتمك، مش عارف، بتتكلم معاك بقلة ادب. احنا لسه في البداية اصلا. حتى في الزواج وخلاص بقيتوا مع بعض وعرفت كل حاجة عن بعض، لازم يكون في حدود. ما ينفعش نخرج برا النطاق. يعني ما ينفعش نشتم بعض، نضرب بعض، الكلام ده مش هينفع. الكلام ده بيتطور فيما بعد. حتى في الزواج لازم يكون في احترام ما بينكم. واهم حاجة ما تستعجلش في القرار، واستعن بالله وصلي صلاة استخارة، لان ربنا هو اللي يعلم الخير فين مش انت. وكده تبقى الحلقة خلصت. شكرا. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.